بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. يا أسفا على يوسف، معذرة إلى الله ثم إلى ابن وأخي يوسف. يا أسفا على يوسف. يوسف، ما يوسف؟ وما أدراك ما يوسف؟ يوسف كلمة يقولون عنها اسما، لكنها كلمة تجاوزت الاسمية إلى الرمزية. رمزية الجمع بين الجمالين الروحي والجسمي، رمزية الحيلة المحققة للخير والشر، رمزية القدر الإلهي الذي يخبئ الخير في طيات الشر، رمزية العدل الإلهي الذي يخفي العقوبة العادلة خلف ستار الزمن، رمزية الحكمة الإلهية والتي تعطي كل مستحق ما يستحقه وإن خفي عنه وجه الاستحقاق، رمزية القدرة الإلهية التي تعجز أمامها كل قدرة لتتحقق كما أراد الله، رمزية القوة الإلهية التي تضعف أمامها كل قوة لتكون كما شاء الله، رمزية التدبير الإلهي الذي يتحول كل تدبير آخر إلى خادم له من حيث لا يدري هو عن نفسه شيئا، رمزية الإرادة الإلهية حيث يسير كل إنسان بإرادته المخلوقة والتي لا يقدر بها تجاوز ما أراد له الله، رمزية القهر الإلهي حيث يسير كل إنسان لنهايته التي كتبها الله باختياره الحر الذي وهبه الله، رمزية التناقض البشري حيث مكافأة الخائن ومعاقبة الوفي، رمزية العفاف مهما قويت الإغراءات مع رمزية الدناءة مهما توافرت المنهيات، رمزية الوفاء مهما اشتدت الفتن مع رمزية الغدر مهما قويت الروابط، رمزية الميزان الشائل الذي يرفع الأنجاس ويحط الأطهار، رمزية تسييس القضاء ونسج الأحكام بهوى الساسة لا بحكم الميزان، رمزية قمة البر للآباء مع منتهى الانحطاط في عقوقهم، رمزية البله العقلي عندما يعالج الأبله قضية بما لا يزيدها إلا تعقيدا، رمزية الأمل الذي لا ينطفئ وإن انطفأ نور البصر، رمزية الفرج الموقن بمجيئه مهما طال غيابه، رمزية شروق الحق بعد ليل الظلم بظلامه الدامس الطويل، وأخيرا رمزية النهاية السعيدة للحياة الكريمة. ليست الرمزيات المذكورة كل ما فيها من رمزيات يوسفية، فلكل متأمل رمزياته المتناسبة مع دينه وبصيرته وتأمله وفهمه عن الله سبحانه وتعالى، رمزيات يوسفية لو تتبعناها ما توقفنا وما انتهينا حتى يأتي القضاء المحتوم وقت ما شاء الرحمن الرحيم. ولكن السؤال: ما دعانا لاستحضار تلك الرمزيات اليوسفية وقد مضى على يوسف من القرون ما لا يحصيه إلا محصي أنفاس العباد سبحانه وتعالى؟ الجواب: إنما دعانا لاستحضار تلك الرمزيات اليوسفية وقد مضى على يوسف من القرون ما لا يحصيه إلا محصي أنفاس العباد سبحانه وتعالى أن يوسفية اليوم استدعت يوسفية الأمس، فيوسفية اليوم تدعونا لاستحضار يوسفية الأمس برمزياتها المطلقة، ومع موافقة يوسفية اليوم ليوسفية الأمس فيما تشتمل عليه من براءات ذاتها ودناءات عصرها، لكن هذا أيضا مع إثبات الفروق ويقين الاختلاف. فيوسف الأمس كان مفقود البدن لكنه كان مع ذلك معلوم المصير، فقد رأى في طفولته رؤيا أولها أبوه على أنه وريث النبوة وما فيها من الشرف والعزة والكرم والرقي والسمو والتبوء لأعلى الجنان في الآخرة، نبوة ورثها عن أبيه عن جده عن جد أبيه. ويوسف اليوم معلوم البدن لكنه مجهول المصير، لا نعلم هل يكتب له الله سبحانه وتعالى النجاة بسليم فطرته أم يهلك
عياذا بالله على معتقدات الأدعياء. يوسف الأمس حكم عليه المخلوقون بأنه لص، وأنه عبد، وأنه زان، وأنه مغتصب، وأنه خائن لولي نعمته، وأنه. ولكن حكم الله سبحانه وتعالى بأنه نبي، وأنه ولي، وأنه صديق، وأنه أمين، وأنه عفيف، وأنه وفي، وأنه حاكم على أقوات العباد في مشارق الأرض ومغاربها. فكان ما شاء الله وحده لا ما شاء العبيد الظالمون. يوسف اليوم حكم عليه العبيد بأن يكون خالدا مخلدا في النار عياذا بالله، وحكم الله لك يا يوسف بأنك من أهل الجنة الأطهار في عمرك هذا الذي لم تبلغ فيه سن الرشد. يا أسفا عليك اليوم يا يوسف. كل القوانين الربانية والبشرية تأبى أن تزج بطفل في السجن حتى وإن اقترف جريمة القتل لانعدام وعيه وانتفاء إدراكه، وأنت لم يشفقوا عليك مع صغر سنك أن يلقوا بك في غياهب جهنم وسجنها خالدا مخلدا فيها عياذا بالله. ألا فبئست القوانين تلك التي تحميك من سجن الدنيا، ولكنها مع ذلك لا تحميك من السجن الأعظم، السجن الأبدي في جهنم، وبئس المصير عياذا بالله. فأي عد في قانون يحمي الطفل من سجن الدنيا وإن ارتكب جريمة القتل، ثم لا تحميه بعد ذلك من سجن جهنم خالدا مخلدا فيها مع أنه لم يرتكب جريمة القتل ولا غيرها من الجرائم المنكرة؟ ألا يا بنيا يا حفيدا، يا أسفا على يوسف اليوم، وقد اجتمع عليه جبروت الحاكم وخيانة العالم وجور القضاء. يا يوسف يا بني، يعلم الله أن قلبي يتضور حسرة عليك وعلى أمثالك من الأطفال المساكين المغلوب على أمرهم. يا بني يا يوسف يا أخي في الإسلام من حيث ديانتك، دعني أقول لك حكم الله فيك الذي طمسه الظالمون الجاحدون وحكموا عليك بعكسه ظلما وجورا. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. فيا بني الحبيب ويا أخي في الإسلام، ألا ما أعظم نعمة الله عليك إذ فطرك على الإسلام، دين أبينا آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الأنبياء أجمعين عليهم أشرف الصلاة والسلام. ألا ما أعظم نعمة الله عليك إذ رفع عنك القلم وعافاك من الحساب ما دمت تحبو في طفولتك غير المدركة وعمرك غير الواعي. ألا ما أعظم نعمة الله عليك إذ أمر الحاكم المسلم بكفالتك من بيت مال المسلمين، وأمره أن يوكل بك من يرعاك ويعلمك شؤون دينك ودنياك حتى تكبر. ولكن ما أعظم ظلم المخلوقين لك، فلا حاكم يرعاك بمال الله كما أمر الله، ولا قاض يحكم فيك بشرع الله، ولا عالم يقول كلمة الحق فيك محتسبا وجه الله عز وجل. ولكن فليكن منك على علم أنك ما إن تبلغ الحلم وتكمل إدراكك وتتم فهمك، فإنك حينئذ تكون على مفترق طرق. ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلك عما ستفعله ومحاسبك عن الطريق الذي ستختاره بإرادتك الواعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك،
هل ستكمل دينك الذي خلقك الله عز وجل عليه نعمة ومنة وتفضلا وتكرما، وهو دين الفطرة، دين الإبراهيمية، دين الحنيفية، دين الإسلام، أم ستبدل دين الحق لدين غيره؟ أعيذك بالله من ذلك الهلاك والدمر. ألا فليكن منك على بال، إن لكل دين من الأديان طقوس لإدخال الطفل في دينها كالمعمودية في المسيحية، إلا دينا واحدا، ألا وهو دين الإسلام، الذي لا يشتمل على هذه الطقوس، لأن الإسلام ليس دينا جديدا يتحول إليه الإنسان، إذ الإسلام ما هو إلا الدين الذي يولد به المرء، وهو الدين الذي قد خلق الله سبحانه وتعالى عليه الناس وابتدأهم به، فهم لا يحتاجون إلى طقوس للدخول فيه، إذ هم ولدوا إلا عليه أصلا وابتداء، وعلى هذا إجماع المسلمين سلفا وخلفا. اللهم إلا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فإن عاتبتني أني لم أنقذك وقد علمت ما حاط بك، أقول لك معتذرا يا بني، وما يملك لك شريد في البلاد غريب بين العباد، قد نأت به الديار وشقت به غربة النوى وتطلبته يد العدا، لا أهل له ولا عشيرة ولا قوم له ولا قبيلة ولا دولة له ولا وطن ولا حول له ولا قوة ولا مال له ولا ثروة ولا شوكة له ولا منعة ولا ولي له ولا نصير ولا ركن له إلا الركن الشديد الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. يا بني، أترك لك هذه الرسالة، رسالة أعتذر بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم أعتذر بها إليك، رسالة أحدثك فيها عن أمر بالنسبة لي هو أعظم شيء في الوجود كله، هو ما له خلقت وله أعيش وأمل أن أموت له وعليه إن شاء الله، رسالة أحدثك فيها عن أمر لا حديث عنه ولا اهتمام في هذا العصر، إذ توجه الاهتمام كله إلى رغيف الخبز وكيلو اللحم وزجاجة الزيت، وأصبحت الدنيا محور الاهتمام ودافع الموالاة والمعاداة، وغدا كل ما يتعلق بالإسلام والحياة الآخرة في حيز المهملات غير الجديرة بالذكر أصلا، بل وأصبحت عند القوم تفاهة تعرف بها خفة العقل ويشار بها إلى ضعف النفس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا بني، إنها للرسالة الحق، وأي رسالة أحق من الرسالة التي تتناول المصير الأبدي في الحياة الآخرة؟ إنها لرسالة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك حتى تدرك الحلم، وأن يوصلها إليك، وأن يهديك لما فيها، وأن يشرح صدرك،
وأن يثبتك على الدين الحق الذي ما أنزل الكتب إلا به وما أرسل الرسل إلا لتبليغه ولا يرضى إلا عمن جاءه به غدا يوم القيامة عنده ألا وهو دين الإسلام. يا بني نحن على غير ما عليه اليهود والنصارى المشتركين على رمي خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بالكذب، المشتركين على وصف خير الكتب وخاتم الكتب بالزور والبهتان. فلا فرق في ملتنا بين آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، ولا فرق عندنا بين التوراة والإنجيل والقرآن، فكلها كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولكن أصاب التوراة والإنجيل تحريف عصم الله من القرآن إذ هو الرسالة الخاتمة التي نسخت ما سبقها من الكتب. وليس صعبا البتة لمن قرأ التوراة والإنجيل أن يتأكد بنفسه أن فيهما من الكلام ما يستحيل أن يتكلم به بشر نبيل، بل أن يتكلم به القدوس سبحانه وتعالى عز وجل. فنحن نؤمن بآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، كما نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن وأنها كلها كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى. يا بني نحن نحب الخير لك كما نحب الخير للأدعياء الذين ظلموك وضموك إلى أصحاب السعير بغير جريرة اقترفتها أو جرم ارتكبته. يا بني بل والله نحب الخير للبشرية جمعاء بكل أديانها ومذاهبها. يا بني لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به لغير المسلمين، هذا الدعاء ندعو به للمسلمين وغير المسلمين على السواء. هذا الدعاء هو يهديكم الله ويصلح بالكم. يا بني والله يا بني لو كانت نيتهم الحنو لأخذوا واحدا من آلاف الأيتام من النصارى الذين لا أسرة لهم. والله يا بني لو كانت نيتهم إنقاذك لأنقذوا ملايين من الأطفال الذين لا يجدون ما كنت فيه أنت من الرعاية والعناية في الدار المخصصة والتي خطفوك منها خطفا بغير وجه حق. والله يا بني لهم نيات ونيات 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 ونيات، وربي وحده سبحانه وتعالى أعلم بتلك النيات، وربي وحده سبحانه وتعالى يجازيهم عليها حق الجزاء في الدنيا والآخرة. والله يا بني ما جرى معك ليس إلا طعنة من 1000 طعنة وطعنة أتلقاها كل لحظة في سويداء قلبي، ولا حيلة لي بدفعها ولا باتقائها ولا بعلاجها. والله يا بني لو كان في يدي شيء أكثر مما فعلت لفعلت، ولكن ما حيلة الضعيف المهاجر المظلوم المضطهد بلا وطن. والله يا بني لا أملك لي ولا لك ولا لغيرنا من المستضعفين إلا الدعاء. اللهم إن كنت تعلم أن ما تعلمه للناس بألسنتنا وأقلامنا هو الحق الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وترضى عن من جاءك به غدا يوم القيامة عندك، اللهم فإني أقسم عليك بوجهك الكريم وأقسم عليك بأنك أنت الحق وأنت أحق من ينصر الحق، فمن ينصر الحق إن لم تنصره أنت، أن تعجل فرجك وأن تقرب غوثك وأن تنزل نصرك عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المصلحين في الأرض على المفسدين فيها، اللهم انصر كل من نصر ملتك ونشر دعوتك، اللهم عجل جزك وعذابك ونقمتك على كل من يضل العباد أو يخرب البلاد أو يسعى في الأرض فتنة يا رب العالمين. اللهم عجل جزك وعذابك ونقمتك على كل من يمشي بين الناس بالفتنة يا رب العالمين. اللهم عجل جزك وعذابك ونقمتك على كل من سعى في إيذاء أحد من خلقك أو إضلاله يا رب العالمين. اللهم إنك أعلم العالمين بضعفي ومسكنتي وذلتي ورجائي، اللهم فاجعل رسالة هذه نجاة لي في الدنيا والآخرة وبراءة لي عندك في الدنيا والآخرة من ذنب عبدك يوسف ومن كل عبد من عبادك ومن ذنب كل أمة من إمائك، واجعلها يا ربنا ذخرا يوم ألقاك معتذرا مما أصاب أمتنا من الضعف والهوان برحمتك يا حنان يا منان. يا يوسف
لقاؤنا قريب بين يدي الحق وهو خير الفاصلين. حفظك الله يا بني وسائر الأطفال أجمعين وسائر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رب المستضعفين، اللهم يا رب المستضعفين، اللهم انصرنا فإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انصر من لا ناصر له سواك. اللهم إنا نستجير بك من المكر السيء وأهله فأجرنا فإنه لا مجير لنا سواك. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مجير المستجيرين أجرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.